السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلاتا أوبلومو، واللي معناها خد الرشوة وإلا ستموت بالرصاص، واللي كانت شعاره لبناء إمبراطوريته القائمة على الفساد والرشوة وأعمال العنف. يا ترى مين هو وإيه هي الإمبراطورية دي واللي كانت أكبر إمبراطورية للمخدرات في العالم؟ ده هو اللي هنعرفه في فيديو النهاردة عن عراب الكوكايين بابلو إسكوبار. ولد بابلو إيميليو إسكوبار جافيريا، والملقب أيضا بالمعلم، في 1 ديسمبر سنة 1949 في مدينة ريو نيجرو الكولومبية، لأب يعمل بالزراعة وأم تعمل بالتدريس وهي هيميلدا جافيريا. كان بابلو بيحلم بالثروة منذ طفولته، ولذلك انقطع عن التعليم في سن المراهقة نظرا للوضع المتردي والفقر الذي كانت تعيش فيه عائلته والمكونة من 9 أفراد. تلقفته شوارع ريو نيجرو ليبدأ أولى خطواته في عالم الجريمة بسرقة شواهد القبور الرخامية وإعادة بيعها والسرقة بالإكراه. مع بلوغه سن 22 سنة وتحديدا سنة 1971 انضم إسكوبار إلى عصابة المجرم الكولومبي أوسكار برنال أجيرو، واللي أدخله في عالم الجريمة من أوسع الأبواب، حيث التزوير وبيع بطاقات ألعاب الرهان وسرقة السيارات الفارهة وبيع السجائر المهربة، وكمان عمليات النصب والاحتيال في شوارع مدينة ميدلين. كان لبنية بابلو الجسدية القوية وممارساته الإجرامية العنيفة سببا ليصبح مطلوبا في سوق الإجرام، حيث يحاول رؤساء العصابات استمالته للعمل لحسابهم مثل عصابة ألفارو برياتو. تمكن إسكوبار سنة 1972 من اختطاف شخصية ذات نفوذ قوي في مدينة ميدلين، ثم أطلق سراحها مقابل فدية قدرت ب$100,000، واللي أتاح ليه تطوير نفوذه في عالم الجريمة وتجارة الممنوعات. في منتصف سبعينيات القرن الماضي سيطر بابلو إسكوبار على تجارة المخدرات في مدينة ميدلين بكولومبيا، وقدر يلم حواليه مئات من الأصدقاء الأوفياء والأقرباء من أصحاب السوابق، وكون عصابته وأطلق عليها اسم سيكاريوس. استغل بابلو الطبيعة الجغرافية لكولومبيا والتي تغطي الغابات تلتين مساحتها، وذلك لصالح نشاطاته الإجرامية، واللي خلاه يجبر الفلاحين والمزارعين على تغيير خططهم المرتبطة بنبتة الكوكا المخدرة من الزراعة فقط إلى الزراعة والتصنيع. وده كان عن طريق إنشاء العديد من المختبرات العشوائية السرية، واللي بيقوموا فيها بتحويل نبتة الكوكا إلى عجين مخدر الكوكايين مستعينا بخبراء المعامل الكيميائية. ومع ازدهار تجارته طور إسكوبار وسائل نقل المخدرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واللي اعتبرها سوق مثالي ورائج لمخدر الكوكايين، وده عن طريق استعمال الطائرات من كولومبيا إلى بنما ومنها إلى ولايات أمريكية زي كاليفورنيا وفلوريدا. حملت طائراته في رحلاتها ما يعادل 11 طن من المخدرات في الرحلة الواحدة، وده اللي خلاه يتجه مرة تانية لتطوير مسالك التوزيع والإمكانيات اللوجستية الملائمة لازدهار نشاطاته، فقام بالإشراف بنفسه في منتصف الثمانينيات على تصنيع غواصات مسيرة عن بعد لتوصيل شحنات الكوكايين. أصبحت عصابة ميدلين ورئيسها إسكوبار تسيطر على كتير من مسالك توزيع وتجارة المخدرات في أمريكا وأسبانيا والمكسيك والدومينيكان وفنزويلا وبورتوريكو ودول من أوروبا وبعض دول آسيا. في سنة 1975 وفور عودته من الإكوادور تم إلقاء القبض عليه برفقة مجموعة من رجاله ومعاهم 39 رطل من مادة الكوكايين المخدرة. ومع فشل محاولاته العديدة في رشوة القضاة لتبرئته من التهم الموجهة ليه، كلف أذرع الإجرامية باغتيال الشرطيين الاثنين اللي ألقوا القبض عليه، وبكده سقطت جميع التهم الموجهة ليه وتمكن من مغادرة السجن. تزوج بابلو إسكوبار من ماريا فيكتوريا هيناو، وده كان سنة 1976، وأنجب منها ولد سماه خوان بابلو إسكوبار وبنت تدعى مانويلا إسكوبار. وفي سنة 1982 تم انتخابه لعضوية مجلس النواب في البرلمان الكولومبي، وانتمى لفترة إلى الحزب الليبرالي في كولومبيا.
وبجواز سفره الدبلوماسي تمكن من زيارة الولايات المتحدة الأمريكية، كما مثل بلاده في مراسم تتويج فيليبي جونزاليس رئيسا لوزراء أسبانيا. كان إسكوبار من داعمي مقاتلين حركة 19 إبريل اليساريين اللي اقتحموا المحكمة العليا في كولومبيا سنة 1985، واغتالوا العديد من قضاة المحكمة وأتلفوا العديد من الوثائق والسجلات في وقت كانت بتستعد فيه المحكمة للنظر في معاهدة تسليم المجرمين بين كولومبيا والولايات المتحدة الأمريكية، واللي كانت هتسمح للبلاد بتسليم عتاة تجار المخدرات إلى واشنطن لمحاكمتهم. أعلن بابلو الحرب على النظام والسلطة الكولومبية وعلى كل داعمي مشروع قانون تسليم المجرمين بين كولومبيا وأمريكا، وده عن طريق رشوة السياسيين والقضاة والمسؤولين الحكوميين وقتل كل من توعدوا بتسليمه للمحاكمة، وده طبعا لمنع القبض عليه هو وأمثاله وإرسالهم للمحاكمة في أمريكا. في نوفمبر سنة 1989 تم اتهام إسكوبار بمحاولة اغتيال مرشح الرئاسة سيزار جافيريا، وده عن طريق تفجير طائرة الخطوط الجوية الكولومبية في رحلتها أفيانكا 203 اللي أدى إلى مقتل جميع ركابها والبالغ عددهم 103 شخص. في ديسمبر سنة 1989 وفي فترة أعياد الميلاد اتهم بتفجير مبنى المخابرات الكولومبية وسط العاصمة بوجوتا عن طريق زرع عبوات ناسفة وصل وزنها إلى 500 كيلو جرام من المتفجرات، اللي أدى إلى مقتل 89 شخص من الموظفين والمدنيين اللي تصادف مرورهم في الشارع. كما أصدر إسكوبار أمر لأذرع الإجرامية بتنفيذ عملية ضد وزير العدل والمرشح الرئاسي للبلاد لويس كارلوس جالان، والذي تم اغتياله في 18 أغسطس سنة 1989. في سنة 1992 بلغ عدد القضاة اللي تم اغتيالهم على يد عصابة سيكاريوس المملوكة لبابلو إسكوبار 70 قاضي، من اللي حاولوا تتبعه قضائيا في جرائم القتل والاغتيال اللي كان وراها في معركته مع السلطة. بنى عراب الكوكايين قصر ضخم على مساحة 5000 هكتار في بورتو تريومفو وأطلق عليه اسم هاسيندا نابوليس. يحتوي القصر على 6 حمامات سباحة و14 بحيرة صناعية واسطبلات لتربية الخيول ومزرعة تحتوي على 100,000 شجرة فواكه وحديقة حيوانات خاصة بها حوالي 2000 نوع من الحيوانات، ويعمل فيها أكثر من 700 عامل وموظف. أطلق الكثيرون من سكان مدينة ميدلين الكولومبية على إسكوبار لقب روبن هود كولومبيا، وده نظرا لتمويله بناء مئات المنازل والكنائس وملاعب كرة القدم والمستشفيات والحدائق العامة في الأحياء الفقيرة غرب كولومبيا. في سنة 1989 كان عدد عمال مزارع المخدرات وأفراد العصابة وصل لحوالي 750 ألف فرد، كما اعتبرته الأجهزة الأمنية الكولومبية مسؤول عن 80% من كميات الكوكايين اللي بيتم تداولها حول العالم، واللي كانت بتدر عليه أرباح سنوية تقارب 6 مليار دولار مقابل توزيع 350 طن كوكايين سنويا. ذكر روبرتو إسكوبار وهو شقيق بابلو ومدير حساباته في كتابه حكاية محاسب داخل العالم العنيف لعصابة ميدلين أنه كان يشتري شهريا ما قيمته 2500 دولار من الأساتك المطاط لربط حزم الأموال المتدفقة من تجارة المخدرات. وأضاف أن إمبراطورية إسكوبار كانت بتفقد سنويا ما يعادل 10% من معدل أرباحها نتيجة الأمطار والحشرات والقوارض التي تتسلل إلى مخازن الأموال اللي ما كانتش قادرة إنها تستوعب حجم الأموال المودعة داخلها. قام إسكوبار بفرض ضريبة حماية تراوحت بين 20 إلى 35% على جميع تجار المخدرات في كولومبيا من أرباحهم، وأعدم كل من رفض هذه الأوامر. أصبح بابلو على قائمة مجلة فوربس للمليارديرات،
وده في الفترة من سنة 1987 إلى 1993. وفي سنة 1989 احتل المرتبة السابعة لمليارديرات العالم. طردت السلطات الكولومبية بابلو سنة 1991، ثم قامت بالتفاوض معاه وأقنعته بتسليم نفسه، وده كان مقابل التزامها بعدم تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية والحكم عليه بعقوبة سجن مخففة مدتها 5 سنوات، مع السماح له ببناء سجن خاص لقضاء فترة العقوبة، وهو ما قام به فعليا عن طريق بناء سجن أطلق عليه اسم الكاتدرائية، واللي هو عبارة عن إقامة فخمة ومريحة لملك الكوكايين إسكوبار، يشرف من داخله على إدارة نشاطاته الإجرامية وينظم حفلات المجون ويستقبل فيه الأصدقاء وأفراد العائلة. وفي سنة 1992 وبعد موجة عالية من الانتقادات والسخرية من ظروف سجنه واللي طالت الحكومة والأجهزة الأمنية في البلاد وتحت ضغط الشارع والمثقفين والسياسيين، اضطر الرئيس الكولومبي وقتها سيزار جافيريا للتدخل لاحتواء الأزمة، وتم إصدار أمر بوضع إسكوبار في سجن حقيقي. رفض بابلو القرار، وقبل مضي 24 ساعة هرب بصحبة 13 فرد من أتباعه خارج أسوار سجن الكاتدرائية، واللي كان مجهز فيه طريق للهرب مسبقا إذا استدعت الظروف. وده دفع الحكومة الكولومبية إلى الإعلان عن مكافأة قيمتها 10 ملايين دولار لأي حد يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على إسكوبار. ومع تضييق الخناق عليه والاقتراب منه، حاول بابلو أن يضمن لعائلته خروج آمن من كولومبيا مقابل تسليم نفسه في صفقة تسمح لزوجته وأولاده وبعض من أفراد الأسرة باللجوء إلى بريطانيا. وبعد محاولات التوسط من الدولة الكولومبية ممثلة في جوستافو دي جريف المدعي العام الكولومبي ووزيرة خارجية كولومبيا نويمي سانين دي روبيو، باءت هذه الصفقة بالفشل، وده نتيجة تعارض العملية مع مقتضيات الأمن القومي البريطاني. حاولت عائلة إسكوبار اللجوء إلى ألمانيا، وبالفعل تم خروجهم من كولومبيا، وتحت الضغط الأمريكي رفضت ألمانيا استقبال الطائرة التي تقلهم وأعادتهم مرة أخرى إلى كولومبيا. وفي سنة 1993 تم القبض على أفراد أسرة بابلو إسكوبار وعرضوا أمام عدسات المصورين وشاشات التلفزيون، وتم وضعهم في فندق تحت حراسة مشددة قيد الإقامة الجبرية. حاولت بعض العصابات اللي بتدين بالولاء لبابلو أنها تقوم بأعمال تخريبية وهجمات على فندق إقامة عائلة إسكوبار لتهريبهم، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل. ومع تضييق الخناق أكتر على بابلو ووقوعه تحت ضغط القبض على عائلته، بدأ بالتنقل بين عدة أماكن بتحركات سريعة ودقيقة، وكان كلما اقتربت منه السلطات استطاع الهرب في اللحظات الأخيرة، وده أكد فرضية وجود خيانة في صفوف فريق الضباط المكلف بالمطاردة. وبعد محاولات تتبع وتحقيقات تم الكشف عن الشرطي الخائن الذي كان يتلقى مبالغ مالية من عراب الكوكايين نظير خدماته وتنبيهه إذا لزم الأمر. ومع انقطاع الاتصال بينه وبين الشرطي الجاسوس واللي كان بينقل المعلومات، أصبح إسكوبار معزولا عن التحركات لفريق المطاردة المكلف بالقبض عليه. في 2 ديسمبر سنة 1993 تم رصد مكالمة هاتفية كان يجريها بابلو إلى أحد أفراد عائلته، واللي عن طريقها تم تحديد موقعه بدقة باستخدام أجهزة رصد حديثة ومسيرات. بعدها قامت فرقة المطاردة بعملية مداهمة للمنزل الموجود فيه إسكوبار في مدينة ميدلين، وبعد تبادل لإطلاق النار تم قتل بابلو إسكوبار برصاصتين، واحدة أصابته في ظهره والأخرى اخترقت الأذن، لتنتهي بذلك مسيرة عراب الكوكايين. بعد مقتل بابلو إسكوبار وصلت والدته وشقيقتيه إلى المكان الموجود فيه الجثة. لم تكن تصدق إن بابلو قتل، وعندما رأته قالت: شعرت بشيء لم أشعر به في حياتي قط، لقد كان فظيعا. منذ ذلك الحين تدمرت روحي لأنه لن يكون هناك شخص مثل بابلو. خيم الحزن على مدينة ميدلين، وخاصة بين الفقراء الذي كان لهم بابلو بمثابة روبن هود، وقد حضر جنازته أكثر من 25,000 شخص، وحاول الجيش جاهدا السيطرة على الجنازة
لعدم خروج الأحداث عن السيطرة. وبعد مرور حوالي 31 سنة على مقتل بارون الكوكايين، إلا أن الجدل بشأن أموال بابلو ما زال قائما، ويعتقد البعض أن بابلو أخفى ما يقدر ب50 مليار دولار تم دفنهم في أماكن مختلفة بأنحاء كولومبيا، ومعظم هذه الأموال لم يتم العثور عليه حتى الآن. بالنسبة لقصة اسكوبار واللي تجسد فيها كتير من التناقضات والفساد وأعداد كبيرة من القتلى والحرب على المخدرات، فإن واقع ما جرى هو أنه قامت أمريكا بإنشاء قوانين خاصة للمخدرات. القوانين الأمريكية دي حولت نبتة الكوكا المخدرة إلى قيمة باهظة جدا، وده نتيجة ملاحظة مليارات اسكوبار اللي جذبت المفترسين زي كارتل كالي والرئيس الأمريكي جورج بوش الأب. فلم تكن مطاردة بابلو بغرض الحرب على المخدرات، فبعد موته استمر دخول الكوكايين إلى أمريكا عن طريق نفس الطرق التقليدية القديمة، بل وتورطت حكومات بالعمل مع المنظمات الإجرامية لتصدير الأطنان من الكوكايين مثل كبار أعضاء الحكومة الكولومبية وعملهم غير المشروع مع كارتل كالي. وده ظهر بوضوح بعد تورط الأمريكيين عقب اغتيال المرشح الرئاسي الكولومبي جالان، اللي يظهر ان اسكوبار تم اتهامه فيه ظلما وزورا، وده للقضاء عليه. القضاء على بابلو تم بأسلحة أمريكية وفرق أمريكية وتكنولوجيا أمريكية وبقرار أمريكي من جورج بوش الأب، اللي برضو كان السماح لإسكوبار بالتوحش وامتلاك 80% من تجارة كوكايين العالم بأمر من جورج بوش الأب، واللي كان لازم بل وحان الوقت لاستبدال عراب الكوكايين بآخر تحت السيطرة ويسهل التحكم فيه، بل ومقاسمته الأرباح الهائلة من مليارات الدولارات. صرح طيار أمريكي سابق يدعى تشيب تاتوم لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن بعض من مليارات اسكوبار انتهت في أيدي جورج بوش الأب، تماما كما فعل بابلو عندما صفى أصول عصابة الأخوين جاليانو ومونكادا، حيث الكبير يأكل الصغير. وده كما يظهر بوضوح في قصة طيار تهريب المخدرات الأمريكي باري سيل، اللي كان بيعمل في نفس الوقت لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية. في الكتاب الثاني من ثلاثية الحرب على المخدرات للمؤلف شون أتود والمعروف باسم صناعة أمريكية، يظهر التساؤل بوضوح: من قتل باري سيل؟ هل هو بابلو اسكوبار أم جورج بوش الأب؟ وأخيرا، إذا لم يكن البحث عن اسكوبار وقتله ليس لإنقاذ الناس من الكوكايين، إذن فمن المستفيد؟ وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، واللي حاولنا فيه نجمع لكم أكبر قدر من المعلومات عن شخصية إمبراطور الكوكايين وعن أسرته وحياته ورحلته من البداية إلى النهاية. لو عجبك الفيديو أو أضاف لك معلومة جديدة حط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وسلام عليكم.